وعرفت تشكر ربنا صح، اعرف انك هتكسب في الفراخ، مش هتخسر خالص. مش هتخسر خالص بمعنى الكلمه، لان هي الايه بتقول ايه؟ لئن شكرتم لازيدنكم. ليها كماله بقى، ما كانش حد بياخد باله، انا ما كنتش باخد بالي منها. ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. انا كنت بحسب الكفر اللي هو الكفر بالعقيده، ولئن كفرتم ان عذابي لشديد كمالة الايه بتاعت الشكر. كنت بحسب الكفر بالعقيده اللي هو اكون على غير دين الاسلام، بس بالعكس. خليك معايا واحده واحده، لان لو انت شغال صح وبيقابلك ودروبات وحاجات بتخليك تطهق، اسمع الفيديو واعرف هل انت كنت بتكفر بالنعمه او بتكفر او انت اللي هي الايه تقصدك. هو ده الكفر، يعني انت بتطبق الكفر ده فيك، مش كفر بالله، كلنا مؤمنين، لكن كفر بالنعمه. وبرضه مالوش علاقه بالرضا. خليك معايا واحده واحده، لان انا وقعت في المكيده دي بتاعت الشيطان، والحمد لله ربنا وعاني ليها، وهبدا انفذها على نفسي، واتعلمتها من مشايخ افاضل. و يعني حابب اقولها لاخواتي، لان احنا في المجال ده بنعاني بمعنى الكلمه. وطبعا عشان احنا مربيين زي بعض، اغلبيه فكرنا بيكون فكر واحد، عندنا طموح وعندنا، بس هل انت ماشي صح دينيا ولا لا؟ لان عمر الاسباب ما كانت كل حاجه. سيدنا موسى كان ضرسه وجعه، فدعا ربنا قال له روح خد مش عارف غصن من الشجره الفلانيه وحط على سنتك هتصحى. ربنا امر ياخد بالاسباب، فاحنا مامورين ناخد بالاسباب، بس مش معنى انك تاخد بالاسباب تنسى الله. هي هنا بقى الفخ اللي احنا بنقع فيه دايما. وسيدنا موسى برضه مره تاني ضرسه وجعه، ما دعاش ربنا بقى، راح على الشجره على طول وحط على ضرسه مخفش. فلو بتاخد بالاسباب وعلى اساس ان هي كل حاجه هتخسر. فلازم تكون موفق ما بين انك متوكل على الله وبتاخد بالاسباب. لو واحده منهم سقطت خلاص انت في ذمه الله. فلازم تكون موفق ما بين ان انا باخد بالاسباب ومش ناسي ربنا. ربنا طبعا رقم واحد، هو المسبب. فالاسباب دي احنا مامورين ناخد بيها. ربنا قادر يرزقك من غير اي حاجه خالص. بس الفخ بقى ان احنا دايما بنعتمد على حاجه واحده. معتمد عايز صفه الكمال، عايز العنبر بتاعي يكون ما فيهوش غلطه عشان ما اخسرش خالص. وبالفعل عنبرك مجهز بالكامل وكتكوتك نضيف وحاجتك، وبرضه بتخسر. بيجي عليك كده اوقات. ليه بقى؟ هنا بتيجي بقى حاجه اسمها الكفر بالنعمه، اللي هي كمالة الايه. لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. ايه هو الكفر يا ابو انس؟ انا لسه عارف المعلومه دي النهارده. وانا للاسف والحمد لله يعني ان ربنا ادركني، يعني لحقني قبل ما افضل في الصفه التفكيريه اللي كنت فيها دي سنين. اول حاجه اشوف، هديك مثل بسيط كده. انت لو دخل الحمد لله، يعني خلاص الحمد لله يا رب، الحمد كله لله. الطوب والارض والعصافير والكتاكيت والعلف كله بيسبح، كله بيحمد ربنا. اعضائك الداخليه قاعده بتحمد ربنا. الشكر بقى عشان ربنا يزيدك في مجال الفراخ ويمنع عنك البلاوي اللي ممكن تحصل لك بسبب جهاله منك. ركز بقى عشان الكلام اللي جاي ده قوي 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 جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. لو انت داخل عند دكتور والدكتور ساعدك انك تخف، قضى لك مصلحتك، بتقول له ايه؟ الحمد لله يا دكتور. الحمد لله. بتقول له ايه؟ شكرا يا دكتور. انت هنا لا اراديا شكرت ربنا، ما شكرتش الدكتور، لان الدكتور المهنه دي نعمه ربنا انعمها عليه وانعمها لينا احنا. الدكتور نفسه نعمه ليك، فانت هنا بتشكر النعمه، لان الدكتور كده كده خد اجره، اداك الحقنه وخد فلوسها، خلاص انت بتشكره ليه؟ انت هنا بتشكر الله. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلازم تشكر النعمه شاكرا لانعم الله. ودعاء سيدنا سليمان برضه في ايه قرانيه ثانيه بتقول ربي اوزعني ان اشكر نعمتك. تشكر النعمه. فالدكتور والمهنه بتاعته دي نعمه، فانت لما بتيجي تشكر بتشكر النعمه، واحنا مامورين بشكر النعمه. طب لو اهملت النعمه، يعني مثلا لو جيت دخلت للدكتور اللي هو النعمه دي، بقول لك انت ليك 50 60 جنيه همت على الشبشب، عالجني، هيعالجك؟ مش هيعالجك. كذلك الامر، النعمه اللي معاك دي اللي ربنا مديها لك، لو اهملتها هتطلع هتاخد وزن، الدوره بتاعتك هتعدي على خير. فانت هنا ممكن تكون مهمل النعمه
بافعال منك انت، بطناش او انضف السبله، لا مش هنضف النهارده. اغير الميه اللي في الجردل سخنه، والسخونه بتاعت الميه دي بتخلي المضادات الحيويه او الفيتامينات تتاكسد، لا مش هيحصل حاجه. كل ده كده اهمال للنعمه، احنا لسه ما جيناش للكفر بالنعمه، ده اهمال للنعمه. فلو اهملت النعمه هتزول من وشك بقى، مش هتاخد اوزان، هتتعذب، هتضيع. كذلك الامر الكفر بالنعمه بقى، اللي هو ايه؟ تبقى في ايدك حاجه وباصص على حاجه، المفروض تشكر ربنا على اللي معاك الاول. بمعنى انا بقى قاعد مثلا عندي 300 وليكن كتكوت، قاعد بدل ما اوليهم وراعيهم توالي النعمه، ما تهملاش توريها عشان تزيد. ولئن شكرتم، ما هو انت مواليتك للقطيع بتاعك بما يرضي الله، حراره رطوبه، من غير ما تعذبهم ولا تذنبهم ولا تجوعهم بعبط ولا ميه سخنه يشربوها، ما اهملتهاش هتزيد معاك النعمه، هتزيد معاك. ولسه في صفه تانية هتعملها هتزود لك النعمه اكتر تاني. ايه بقى هو الكفر بالنعمه؟ ابقى انا قاعد عندي 300 كتكوت ربنا انعم عليا، يبقى انت اصلا ما كانش في جيبك ولا جنيه، ربنا اداك مبلغ، عملت مشروع وليكن صغير 100 200 300 وقاعد مبسوط كده بيهم، وفجاه واحد يروح سرحان بخيالك ايه؟ يا لو عندي عنبر 2000 يا كان هيبقى مكسبي كذا، لو 2000، وتقعد بقى تعمل دراسه جدوى في دماغك. 1000 فرخه، الفرخه مش عارف ب 300 جنيه اكسب 6 مليون جنيه اكتر، تقعد تحسب حاجه مش في ايدك اصلا، وسايب اللي ربنا اداهولك اللي هو اصلا لو اهتميت بيه هيوصلك للي انت عايزه، فقاعد بتفكر في حاجه مش في ايدك. هو ده الكفر بالنعمه. انت في ايدك نعمه وليها، ما تاهملهاش. انت هتكسب ازاي 6 مليون والدراسات الجدوى اللي عمال تعملها في دماغك وانت مش عارف تطلع 100 فرخ من غير طشمه، مش عارف تطلع دوره فراخ بمتوسط وزن 2 400 2 ونص، هتوصل ازاي للعنبر ال 2000؟ عايز تبدا كبير مره واحده برضه هتخسر. فهنا الكفر بالنعمه، يكون في ايدك نعمه بدل ما تشكر ربنا عليها وتراعيها، ما هو من ضمن شكرك للنعمه انك تراعيها، تفعلها، تشغلها، تفضل معاها كده واحده واحده. يعني النعمه ربنا اداني حاجه، شكري لربنا عليها، الشكر هو بقى عشان اشكر ربنا عليها احافظ عليها، حافظت عليها ما النعمه هتزيد. وحاجه كمان انك تنفق منها او تنفق بيها. يعني مثلا انا طلع لي معايا 300 فرخه، اخر الدوره طلع فرخه، طلع 2، طلع 3، طلع يا عم 100 جنيه، طلع على كل فرخه ربع جنيه. احب الاعمال عند الله ادومها وان قلت. يعني فانك عشان تشكر ربنا على النعمه انك تطعم منها وتحافظ عليها. ما حافظتش عليها، يعني مثلا واحد معاه عربيه غيره معوش، هو معاه عربيه اهو، قاعد العربيه دي حلوه قوي لو معايا، هو قاعد في عربيه وربنا مديله نعمه العربيه وسايق ومش عاطل هم مواصلات ولا اجره ولا نيله، معاه عربيه، قاعد يفكر في عربيه غيره. يا لو معايا العربيه ده، العربيه دي فيها بتمشي لورا ولا جناح بتطلع بتطير، مش يا عم احمد ربنا على النعمه العام. فهو كذلك الامر، هتطبق الايه القرانيه دي عندك هتكسب لا محاله. اللي هو ايه؟ عشان اشكر، ازاي اشكر ربنا اصلا على النعمه؟ ان انا احافظ على النعمه. شوف انت لو جيت اديت لواحد هديه وما حافظش عليها، يا عم ده ما يستاهلش. لو جيت عملت في واحد معروف عملت فيه معروف وما قدروش، يا عم ده ما بيقدرش، ما بالك انت ربنا مديلك نعمه وانت مأهملها وقعد تفكر في نعمه اصلا تاني، انا عايز يبقى عندي 2000 وعشان اكسب 6 مليون جنيه في الدوره ومش عارف، وتقعد تعمل دراسات جدوى في دماغك ومش مركز للنعمه اللي عندك. فركز للنعمه اللي عندك واهتم بيها قوي، اديها حقها، خاف عليها عشان تزيد، وانفق منها، اقسم بالله لا تزيد. ودي الحاجه اللي كانت واقعه مني، اللي هي ان بقعد اعمل دراسات جدوى في دماغي لما العدد يبقى كذا، ممكن وانا قاعد بفكر كده من كتر التفكير ياخدني انسى اسيب الميه سخنه، زي ما نسيت الشفاط مقفول. وحصل اللي حصل، الحمد لله ان ربنا ادركني وتداركني، يعني لحقني ان سيب حته، يعني اللي هو ايه، المبدأ الجديد بقى، انا عايز ابقى احسن مش عايز ابقى زي حد، انا عايز ابقى احسن من امبارح، مش عايز ابقى احسن من حد، انا عايز انا ابقى احسن من امبارح، اتقدم. هو ده الشكر. حافظ على النعمه اللي معاك، حافظت على النعمه اللي معاك هتزيد، كده كده هتزيد. ما انت لو قاعد مخلي بالك من كتاكيتك، مخلي الحيوه بتاعتك سليمه، الدنيا بتاعتك سليمه، الميه بتاعتك لا هي سخنه ولا هي متلجه تعمل لهم التهاب رئوي، لقيت تغير في السبله على طول دورت السبب، من مراعي، محافظ على النعمه، محافظ عليها، يبقى انت كده بتشكرها، تشكر النعمه. ما هو انت الدكتور بقول له ما هو الدكتور نعمه، بقول له شكرا يا دكتور. طب انا الكتكوت اقول له شكرا يا كتكوت؟ لا، شكر للكتكوت او شكر للنعمه ان احافظ عليها، علافها نضيف، الاقي مثلا سبله حاجات وقع هنا اشيلها،
الميه ما تفضلش سخنه، التهويه ما يكونش فيه تذبذب في درجات الحراره، مره الجو يسقع ومره يحرر، مره يسقع ومره يحرر. فشكرك للنعمه من خلال مراعاتك ليها. اهم حاجه بعد ما تاخد بالاسباب وتشكر النعمه، اشكر الله بقى وانفق منها. بسم الله الرحمن الرحيم. واعملوا آل داود شكرا، آل داود شكرا. تعمل شكر يعني تفعل خاصية الشكر، طلع لله، طلع أي حاجة فرخة وربنا بيقول لك لا ده قليل، لا ربنا راضي، ربنا شكور، رب من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأنت طلع أي حاجة، اعمل شكر يعني، طلع أي حاجة لله من الدورة بتاعتك وتشكر بقى النعمة. زي سيدنا سليمان بيقول لك ايه؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. دي نعمة تشكرها ازاي؟ انك تحافظ عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.